تمكنت مصالح الدرك الملكي بأيت أورير بالحوز بعد تنسيق أمني بمصالح الشرطة بولاية أمن مراكش يوم أمس الاثنين من إيقاف متورط ثان ضمن شبكة للنصب الزئبق الأحمر على رجل أعمال مراكش في مبلغ مليار سنتين. وسبق أن تم توقيف زعيم العصابة الأسبوع الماضي بعد كمين أمني بإحدى مقاهي بشارع علال الفاسي بمراكش، ويتعلق الأمر بالمدعو الحسن البالغ من العمر 48 سنة والقاطن بمدينة سلم. وتم اعتقال الظنين المسمى سعيد بمنزله ببلدية أيت أورير بإقليم الحوز بعد تحديد مكان تواجده عبر التقنيات الحديثة. وتم تحرير محضر اعتقال الظنين بمقر الدرك الملكي بأيت أورير قبل تسليمه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش قصد تعميق البحث معه حول المنسوب إليه.